انت عارف ان انت لو شربت 12 لتر ميه في خلال من ساعتين ل3 ساعات، باي باي هتوحشنا. لو شربت 6 لتر ميه بس برضه في نفس الفتره دي بنسبه 80% هتوحشنا، مع ان انت تقريبا 60% من جسمك ميه، واكتر حاجه ما تقدرش تعيش من غيرها. الانسان الطبيعي بيحتاج تقريبا من 3 ل 4 لتر ميه كل يوم علشان خاطر يعيش، ومحدش فينا بيشربهم، فتعالوا ما نحورش على بعض. بس مع ان انت اغلبيه جسمك من الميه وما تقدرش تعيش من غيرها، الا ان لو خدت منها زياده عن احتياجك تموتك. نفس الموضوع بالظبط كده هو ينطبق على النيكوتين. ناس كتير دخلت وقالت لي شويه كومنتات كتير واتكلمت معايا ان الفيب اذاهم، بس هو كل الاعراض اللي بيقولها لي اعراض زياده نسبه نيكوتين في الجسم: صداع، ارق، ضربات قلب سريعه، ضغط عالي. هي دي مش كلها اعراض سببها الفيب، دي كلها اعراض سببها ان النيكوتين اللي انت بتاخده من الفيب اكتر من الطبيعي. ومن غير مراهن اعتقد ان انت في الغالب بتشرب نيكوتين سالت وقاعد ماسكها بزازه في ايدك. ما هي الدنيا ما بتمشيش كده، كل حاجه بالعقل صح، والشيء اذا زاد عن حده بيتقلب لضده. انا ليا واحد صديقي من حوالي 5 أو 6 سنين اتنقل المستشفى بسبب الفيب، بس هو دكتور قلب وضغط وعارف انه كان بسبب استهلاكه الزياده من النيكوتين. الغلط كان عنده وهو عارف، مش عند الفيب، فحملها على استخدامه الخاطئ، ما حملهاش على الفيب ذات نفسه. انا اتكلمت معاكم الفيديو اللي فات عن مساوئ النيكوتين، بس تعالوا بقى نتكلم في الفيديو اللي جاي عن فوائد النيكوتين واخر ابحاث عملوها، واكتشفوا ان النيكوتين بيعالج امراض، واستخدامك للنيكوتين اصلا وانت مش واخد بالك ممكن يبقى بيمنع عنك امراض وانت ما تعرفش. حط كل حاجه في مكانها الصح، استخدم الحاجه زي ما هي المفروض تستخدم، تعيش مرتاح ومش هتتعب. استخدم الحاجه غلط ما تلومن الا نفسك. سلام.